يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ها نحن في هذا رمضان وفي هذا العام، ومع إقبال الناس على العبادة والطاعة تزداد الرغبة في قلوب المؤمنين إلى التمام والكمال في العبادة، ولا يكون التمام والكمال إلا بعمل وافق الشرع، وبعمل زانه أدب وحكمة. فما هي أحكام رمضان؟ وما هي آدابه؟ وما هي السنن المتبعة في هذا الصيام وفي هذا الشهر الفضيل؟ أحكام رمضان وآدابه موضوع هذه حلقة اليوم من برنامج يستفتونا مع فضيلة الشيخ محمد بباه أحمد الشيخ، الأستاذ بمركز تكوين العلماء، نستضيفه معنا في هذه الحلقة اليوم. قبل أن نبدأ بمحاور الحلقة نذكر مشاهدينا الكرام بأننا نستقبل أسئلتهم واستفساراتهم على واتساب، على رقم الواتساب البرنامج الظاهر على الشاشة. حياكم الله وبياكم أهلا شيخنا. وسهلا مرحبا، أهلا حفظكم الله وسهلا ورعاكم. شيخنا. مرحبا. في رمضان هذا الشهر الكريم يقبل الناس على الطاعة وعلى العبادة، ولكن الطاعة والعبادة من المهم أن تكون موافقة للشرع وأن تكون على سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فما هي أهم الأحكام المتعلقة بهذا الصيام؟ بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واستنى بسنته إلى يوم الدين. بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم الصيام والقيام. العبادة لتكون عبادة صحيحة لابد أن تتوفر فيها ثلاثة شروط. الشرط الأول أن تكون من مؤمن، أن تصدر من مؤمن، لأن الكافر لا يتقبل الله أعماله. قوله سبحانه وتعالى: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قوله سبحانه وتعالى: والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا. الشرط الثاني أن يكون صاحبها مخلصا فيها لله سبحانه وتعالى. قول الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فكل عمل سواء كان صياما أو صلاة أو ذكرا أو غير ذلك لم يخلص فيه صاحبه لله فهو مردود عليه. ففي الحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: الله أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ثالثا تكون موافقة لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكل عمل لا يوافق منهج النبي صلى الله عليه وسلم، كل عبادة لا توافق منهج النبي صلى الله عليه وسلم فهي مردودة على صاحبها، لحديث الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. هذه هي العبادة الصحيحة، تكون من مؤمن، وأن يكون صاحبها مخلصا لله، وأن تكون موافقة لما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. أي عبادة سواء كانت صوما أو صلاة أو ذكرا أو غير أو حجا أو غير ذلك أو جهادا أو غير ذلك. والصوم ليكون موافقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم ولصوم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صوم السلف. لا بد أن يكون الآتي: رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد بين الله سبحانه وتعالى كيفية الصوم وبدايته ونهايته. قال جل من قائل في الآية الكريمة بعد أن أوجب صيام شهر رمضان قوله: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. هذه الآية هي الدليل على وجوب صيام رمضان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. كان صوم الأمة في البداية كان من أفطر يتناول المفطرات، فإذا نام أمسك عن المفطرات. لكن الله سبحانه وتعالى رفع الإصر والأغلال عن هذه الأمة. هذا كان صوم الأمم السابقة، كان الواحد إذا نام أمسك عن المفطرات، سواء نام أول الليل أو آخر الليل، ما دام يقظانا فله أن يتناول ما شاء من المفطرات، فإذا نام أمسك. لكن الله سبحانه وتعالى رفع هذا الإصر عن هذه الأمة قوله سبحانه وتعالى: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. هذه الآية جمعت أحكام الصيام
الأساسية. أولها تحديد البداية، تحديد البداية حتى يتبين لكم الإذن في تناول المفطرات إلى وقت محدد، وهو حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود، والمقصود هنا ضوء الصبح من ظلام الليل من الفجر حتى يتبين يكون واضح. ثم تبدأ بداية الإمساك، ثم أتم الصيام إلى الليل، والليل طبعا يكون مع غروب الشمس. الصوم لا بد له من نية لأنه من العبادات، وكل عبادة لا بد أن يقصد بها صاحبها التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، كما قلنا أي عبادة لا يتقرب بها إلى الله ليست عبادة، والنية هي التي تميز بين العادة والعبادة. ولذلك الإنسان يمكن أن يمسك عن الصيام، عن الأكل وعن الشرب وعن المفطرات بسبب العجز أو بسبب المرض أو بسبب الصحة وغير ذلك، أو الانشغال أو العجز لا يجد. وبالتالي النية هي التي تحدد، تفرق بين العادة، بين الإمساك عن المفطرات عادة والإمساك عنها عبادة. هذه النية كما قال الفقهاء هي محلها القلب، ولذلك يكره التلفظ بها، لا ينبغي أن يقول نية الصوم، هذا إشغال الموسوسين وأفعال العامة، لأن النية محلها القلب. ولذلك من حكمة الله سبحانه وتعالى في العبادات أن يشترك عمل القلب مع عمل الجوارح. فعمل القلب هو النية، أن يتجه بقلبه إلى هذا الفعل، فهذا من القلب. وعمل الجوارح هو الإمساك عن المفطرات. النية لا بد لها من 3 شروط: أن تكون جازمة، تكون جازمة. فالذي يتردد هل أصوم أو لا أصوم، هذه ليست نية، لا بد أن تكون جازم، يجزم أنه سيصوم. لا بد أن تكون كذلك معينة، أي أنها معينة، سيصوم غدا. أما أن صوم مطلق بدون تعيين اليوم فهذا لا يعتبر، فلا يعتبر صوم صحيحا وليس نية. ثالثا أن تكون مبيتة، فهي لابد أن تكون من الليل، حديث حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يبيت الصيام من الليل لا صيام له. إذن النية لابد أن تكون لازمة، وأن تكون معينة، وأن تكون مبيتة. ولذلك من استيقظ بعد الفجر لا يمكن أن يصوم ذلك اليوم، لا يمكن أن يكون ذلك، لأن هي شرطها أن تكون من الليل، ووقتها يبدأ من الغروب إلى طلوع الفجر. والأفضل أن ينوي نية الصيام أول الليل ليكون له الأجر، لينمي الأجر. أن المسلم يبحث عما تزداد به حسناته يوم القيامة، أما يثقل الميزان من الحسنات. ولذلك إذا هم بالحسنة كتبت له، من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبت له 10 حسنات، كتبت له 10 حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثير. إذن هذا هو الركن الأول، النية. الثاني هو الإمساك عن المفطرات، كما حدد الله سبحانه وتعالى وبدايته: حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل، ونهايته وهو غروب الشمس إلى الليل، والليل يبدأ مع غروب الشمس. فمن أمسك عن المفطرات وهي شهوة البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التقرب إلى الله سبحانه وتعالى فقد صام. لكن هذا النوع يسمى صوم العوام، صوم العوام. لذلك يمكن الإنسان أن يتناول السحور ويصلي الصبح وينام وقد أمسك عن شهوتي البطن والفرج، ولا يستيقظ حتى غروب الشمس. هذا معروف، خاصة في سن المراهقة، في سن المراهقة ما شابه ذلك. لكن الصوم له آداب ينبغي للإنسان أن يتحلى بها ليكون فعلا صومه صوما موافقا لمنهج النبي صلى الله عليه وسلم. رمضان ليس شهر نوم ولا شهر كسل ولا شهر التقاعس، بل هو شهر عمل ومثابرة وإقبال إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك هو لحظات ثمينة
ينبغي للإنسان أن لا تفوته وأن يستغل كل لحظة. لحظات رمضان ليست دقائق رمضان وساعات رمضان ليست كدقائق ولا ساعات غيره من الأشهر، ولذلك هي منة من الله سبحانه وتعالى ينبغي للإنسان أن يغتنمها. وذكر العلماء كثير من الآداب التي ينبغي للصائم أن يتحلى بها لتضفي مسحة تربوية إيمانية على صيامه. وهذه الآداب ضروري لأنهم يقولون إن من تهاون بالآداب ابتلي بالتهاون بالسنن، ومن ترك السنن ابتلي بترك الفرائض، ومن ابتلي بترك الفرائض ابتلي بفعل المحرمات، وكان على خطأ، نسأل الله السلامة. لذلك محمد مولود يقول شأن الآداب وما كانت الآداب في الإسلام والمتهاون بها يبلى بأن يؤول أمره إلى ترك السنن، والمستخف بأداء السنن عمدا بإهمال الفرائض مني معناها ابتلي، أي أن هذه الآداب لا بد أن يتحلى الإنسان بها لأنها هي سياج أمام السنن وأمام الواجبات. إذا كان النقص يكون فيها لا يكون في الواجبات. من هذه الآداب التي يتحلى بها الصائم والتي يؤكد عليها العلماء أولها هو كف اللسان. أن الصائم ينبغي له أن يكف لسانه عن اللغو وعن الرفث وعما لا ينبغي، وأن يعتبر كلامه من عمله، ولذلك من عد كلامه من عمله قل كلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حث على ترك الكلام حتى ولو استفزك الناس. الصيام جنة، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل إني صائم. أي لا يجازيه بالمثل، بل يصفح ويسكت ولو سابه فإن سابه أحد أو قاتله لا يجاريه في ذلك، فهو صائم له ما يحافظ عليه. بالتالي أهم شيء من الآداب التي يتحلى بها المسلم أن يكف لسانه إلا عن الخير، وأن يمتثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. وهذا يتأكد الصائم، لأن الكلام يفسد ويبطل أجر الصيام. من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهو يظن أنه صام وهو مع ذلك لم يصم، لأنه أبطل صيامه باللغو وبالرفث وبما لا ينبغي من الكلام. من الآداب كذلك التي ينبغي أن يتحلى بها الصائم، وهي من أساسها السحور، تناول السحور من السنن. هو منها ما هو واجب ومنها ما هو سنن ومنها ما هو عطاء، لكن هي مسائل يتحلى بها الصائم. الصائم هو من أمسك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس بنية التعبد فقد صام. لكن هذا كما قلنا هو صوم العوام، هذا صوم، لكن الصوم الخاص الصوم الخاص نعم هو الذي يلتزم به صاحبه بالآداب، بالسنن والآداب والواجبات، حتى يفرح عند لقاء ربه بالصيام. للصائم فرحتان: إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. لكن عليه أن يستعطل صيامه حتى إذا لقي الله فرح بذلك الصيام، لأن إذا أبطل صيامه باللغو وبالرفث وبترك ما لا ينبغي نعم. ولذلك من الآداب الأساسية السحور، لأن السحور يعين على إكمال الصيام.
ويعطي طاقة للجسم. الإنسان ضعيف، وجعله الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى الغذاء، ولذلك ينبغي أن لا يفرط فيه فيتقوى على الصوم، وهو من سنن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو فيه بركة كما ثبت في الحديث: تسحروا فإن في السحور بركة. من أراد البركة فهي في سحوره. هذا كلام المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى. من أراد البركة فهي في سحوره. لذلك وهي الفرق بين صومنا وصوم اليهود، ونحن مأمورون بمخالفتهم. خالفوا اليهود والنصارى، حديث صحيح: خالفوا اليهود والنصارى. مر بنا أن الأمم السابقة كانوا لا يتناولون السحور. كان من نام منهم بدأ الإمساك عن المفطرات. شيخنا، في موضوع السحور، تعجيله وتأخيره، يعني بعض الناس يخاف من الأذان، وبعضهم يؤخر حتى يسمع الأذان وهكذا. يعني ما الأفضل هنا وما الواجب؟ الأفضل هو تأخير السحور، وهذه هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان يجعل بين سحوره وصلاته قدر ما يقرأ القارئ 50 آية أو 30 آية، وهي متقارب، لأن من الآيات مع 50 منها تعدل 30. مثلا القرآن المدني من صفاته طول الآيات، بينما القرآن المكي من مميزاته وخصائصه قصر الآيات. ولذلك هما حديثان مرويان في هذا، لكن لا تعارض بينهما، لأنه يمكن الجمع بينهما، وما أمكن الجمع بين الدليلين فلا يهمل أحدهما. وما أمكن الجمع بين الدليلين فلا يهمل أحدهما. ولذلك وقت 50 تقريبا، نقول 5 دقائق إلى 7 دقائق ما بين طلوع الفجر والسحور. لا، والسحور معناها يترك. مثلا الإمساكيات موجودة في كل هاتف وفي كل بيت، الإمساكية موجودة. ينبغي أن يؤخر السحور حتى لا يبقون إلا 5 دقائق أو 6 دقائق، يتركها الاحتياط. نعم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمرهم بتأخير السحور. إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، وكان رجلا أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت، ولم يكن بين أذانهم إلا أن ينزل هذا ويصعد هذا. لم يكن بين أذانهم إلا أن ينزل هذا ويصعد. فترة قصيرة جدا، قصيرة جدا. ولذلك من الآداب تأخير السحور، أن يسحر وأن يؤخر السحور حتى آخر وقت. آخر وقت طبعا يمكن أن يؤخر. طيب، موضوع الفطر أيضا، آداب الفطر متعلقة بالفطر. نعم، كذلك تعجيل الفطر، تعجيل كذلك الفطر. معناها عندما يتأكد من غروب الشمس فعليه أن يبادر إلى الفطر، عليه أن يبادر عندما يتأكد من غروب الشمس. وهذه سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر، لأن الحدود التي حدها الشرع ينبغي أن لا تتجاوز. سبحانه وتعالى قال: تلك حدود الله فلا تقربوها. في الآية الأخرى: لا تعتدها، من يتعدى حدود الله إلى آخره. ولذلك الله سبحانه وتعالى حدد بداية للصوم وحدد نهاية، وهذه الحدود ينبغي أن تلتزم بها. نعم. موضوع الدعاء، هل الأفضل الدعاء قبل الفطر أم بعد الفطر؟ هو أن في الحديث أن الصائم دعوته لا ترد. صح. يعني هذه الدعوة هل تكون بعد أن يفطر، يتناول التمر ويفطر، أم الأفضل أن يدعو بدعائه قبل؟ كل منهما يدعو قبل الفطر، ويدعو كذلك بعده. وأثر عنه صلى الله عليه وسلم الدعاء بعد الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. والأدعية المأثورة عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. نعم. طيب، موضوع الآداب المتعلقة بتلاوة القرآن. نعم.
نحن نسترسل إن شاء الله تعالى في الآداب. هناك كذلك من الآداب كف اللسان والسحور وتأخير السحور وتعجيل الفطر. كذلك الاشتغال بالعبادة. الاشتغال بالعبادة معناها قلنا إن ساعات رمضان ودقائق رمضان ليست كبعض الزمن، ولذلك ينبغي أن يشغل الإنسان بالعبادة. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يشغلها بقراءة القرآن، ولذلك ينبغي للإنسان أن يشتغل بقراءة القرآن أثناء الصيام وبالليل. لذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرضه جبريل القرآن في كل رمضان، وفي رمضان الذي توفي وفي رمضان الأخير عرضه فيه مرتين. والقرآن ارتبط بشهر رمضان منذ بداية الدعوة الإسلامية، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إنا أنزلناه في ليلة القدر. الله سبحانه وتعالى أنزله في رمضان وأنزله في ليلة القدر، فارتبط القرآن برمضان. ولذلك ينبغي للإنسان أن يعلم أن هذا الشهر شهر القرآن، وأن يرتبط فيه ارتباطا وثيقا بالقرآن الكريم. كذلك هذا الشهر هو شهر جود وشهر كرم، لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم كان جوده في رمضان لا يقاس. صلى الله عليه وسلم من أجود بيت عرفته العرب بيت عبد المطلب بن هاشم، هو وصفته خديجة بالكرم وبحسن الأخلاق، والله لن يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتقر الضيف وتعين على نوائب الحق. هذه هي مميزات الكريم. لكن في رمضان كان جوده شيء آخر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان ويلقاه جبريل. ينبغي الإنسان أن يدرب نفسه على هذه الخصلة، على خاصة الجود يوميا. حاول. والجود لا يتعلق بالغنى. ترى الغني بخيلا وترى الفقير جوادا، ولذلك هو الجود هو بذل ما في وسعك، سواء كان صغيرا أو كبيرا. أنت المسؤول عنه ما في يدك وما بإمكانك أن تجود به. من آداب رمضان أن يعود الإنسان نفسه على الكرم وعلى البذل وعلى العطاء في هذا الشهر تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، فلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة صلى الله عليه وسلم. هذا وصف عبد الله بن عباس لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن رمضان له جود خاص ليس كباقي الأشهر. نعم. جزاكم الله خيرا شيخنا. نحن سننتقل إلى محور الأسئلة. وردتنا بعض الأسئلة بارك الله فيكم. التي أرسلها بعض المشاهدين. هذا سائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ما حكم من نسي السورة بعد الفاتحة وتذكرها بعد يوم، هل صلاته صحيحة؟ نعم، صلاته صحيحة. على هذه المسألة طبعا اختلفوا فيها المالكية، هل ترك القبل المترتب على نعم على نقص هي سنة، هي السرعة سرعة سنة، سنة تتألف من ثلاث سنة، لأن القراءة سنة، والجهر أو السر في محله سنة، والقيام لها سنة. هو صلاته صحيحة، لكن عليه أن يسجد القبلية، يسجد البعدية. كان أصلا يسجد القبلي، لكن القبلي يمكن أن يتحول إلى بعد كما قال خليل، وكما قال خليل في مختصره رحمه الله تعالى: صح إن قدم أو أخر، أي يمكن أن يسجد القبلية بعديا وأن يسجد البعدية قبليا، ويمكن أن يسجده متى ذكره. وبالتالي هو عليه أن يسجد البعدية
متى ذكره وصلاته صحيحة، لأن ترك السنن لا لا يبطل الصلاة سهوا. نعم. هذا سائل آخر يقول عندي سلفة عند البنك وطلعوا لي الفضة في حسابي، هل هذا يعتبر ربا؟ قال عدلت سلفة عند البنك وطلعوا لي الفضة في حسابي، هل هذا يعتبر ربا؟ هل هي سلفة بزيادة أو ليست بزيادة؟ هذا يمكن لابد أن يستفسر عنه. السلفة إذا كانت بزيادة، إذا كانوا طلعوا له السلفة في الحساب بزيادة، طلعوا له مثلا مليونين وحاسبين عليه، هذا هو ربا صريح. مم. وإذا دفعوا له بضاعة أو ليبيعها هو بما شاء، فهذا ليس ربا، ليس ربا. إذا كان إذا السلفة كان في زيادة إذا أو كانت سلفة إذا كانت سلفة بمعنى أنهم لم يعطوه بضاعة، لم وإنما يعطوا بضاعة. لم يعطوه بضاعة، هذا صريح الربا. إنما طلعوا له في حسابه مليونين ولا يحسبوا عليهم مليون ب3 ملايين ولا 3 ملايين و500، هذا هو صريح الربا. سائل يقول ما حكم استعمال شامبو الرأس في نهار رمضان؟ لا يضر. المسائل العلماء قالوا إن ما يبطل الصيام وما وصل إلى الحلق أو وصل إلى الجوف من أحد المنافذ المعتادة الكبرى، وهي الأنف، الفم والأنف والعين والأذن. ما سوى ذلك لا يضر لا يضر الصائم. بالتالي إذا غسل رأسه بالغاسول هذا لا يضر. ذلك محمد مولود يقول الكذاب: ولا يضر ما نهارا فعلا ثم لحلق من مسم وصل. نعم. هذه سؤال آخر لسيدة هنا تقول تقريبا قريبا هنا تقول أنها تستعمل قطرتين للعين، واحدة لا تشعر بها تقريبا ولكن الثانية تشعر كأنها وصلت للحلق. هذا إذا وصلت الحلق يبطل الصوم. هذا من نص للفقهاء أنه إذا العين. نعم ما وصل، نعم العين، المنافذ التي يصل إلى الحلق مم. أو إلى الفم أو إلى الجوف منها هي الفم والأنف والعين والأذن، وبالتالي ما وصل إلى الحلق يبطل وما لم يصل لا يبطل. نعم. السؤال يقول صاحبه نويت نية صيام رمضان، هل هذه النية تكفي أم أني لابد أن أنوي أنني سأصوم 30 يوما، يعني أو أبيت لكل يوم نية؟ أنا أقول له إن النية محلها القلب، وهي العزم المصمم. إذا كان الليلة الأولى من شهر رمضان عزم على صيام الشهر كله فقد نوى نية الصيام. وعند المالكية أنه تكفيه عند المالكية أن رمضان عبادة واحدة، وأنه تكفيه نية واحدة في الليلة الأولى، لأنهم لا ينظرون إليه مجزأ، وإنما ينظرون إليه كتلة واحدة، كما ينظرون إلى عدد ركعة، كان كل يوم يمثل ركعة. بالتالي ليست كل ركعة من الصلاة تنوى لها الصلاة وحدها. ولذلك عندهم أن من عزم، والنية هي العزم، إذا عزم أول ليلة على أن يصوم الشهر كله فهذه النية تكفيه عند المالكية، إلا إذا قطع تتابعه بمرض أو سفر أو ما أشبه ذلك. نعم. هذا سؤال آخر يقول صاحبه كيف نحقق التوازن بين م- العبادة لقيام رمضان في ظل إدمان وسائل التواصل الاجتماعي وما يبث من مسلسلات وأمور. أود هنا أن أنبه إلى أن وسائل هذه التواصل أو هذه وسائل التواصل الاجتماعي أنها أصبحت فتنة تطرق كل بيت دون استئذان، ولذلك ينبغي أن يتحفظ منها وأن تستغل لصالح الدين. ولذلك هذه وسائل التواصل يمكن أن نستمع فيها إلى محاضرات مفيدة أو إلى أفكار مفيدة أو إلى قراءات، أستمع قرآن، بالتالي أستغلها لصالح شهر الصوم، ونتجنب المجون والعبث في رمضان وفي غير رمضان، لكن في رمضان. وبالتالي هذه الوسائل هي طرقت كل باب بدون استئذان، لكن ينبغي أن نرشدها وأن نستفيد منها لصالح رمضان. وبالتالي كما قلت نستمع فيها المحاضرات مفيدة في اليوتيوب أو في غيره، بكثير من المحاضرات مفيدة، أو قراءات مفيدة، أو نتعلم أحكام، أو نستفيد خبرة أو مهنة أو غير ذلك منها. أما مسائل ما فيها من العبث والمجون ومن اللغط
ومن قيل وقال فأتجنبه وأتركه، كما أتجنبه في العالم الافتراضي كما أتجنبه في عالم الواقع. نعم. سؤال آخر يقول صاحبه أين ينتهي حد التذوق المباح للطعام بالنسبة ل... الس- للمرأة في المطبخ؟ يعني هذا اللي ما يفطر يعني. لا، نعم. هو هذا مكروه، وذوق طعم ثم مجه، معناها أن تذوق الطعم، هل هذا فيه ملح أو فيه، أو هذا فيه سكر أو غير ذلك. لا يكره ذوق الطعم ما لم يصل إلى الحد، وهو مكروه. والمكروه طبعا هو من المباحات، لكن لا ينبغي أن يفعل، لأن صاحبه يعرض صومه للخطر، لأن صاحبه يعرض صومه للخطر، وبالتالي إذا ألجأتها الضرورة لذلك فلها أن تذوق الطعم، لكن تجتهد على المجه والتخلص منه حتى لا يفسد صومه. نعم. موضوع طلب العلم بالنسبة لشخص لا يعرف فرض عينه، هل الأفضل في رمضان أن يقرأ القرآن أم يتعلم أحكام الصيام؟ آه، تعلم فرض العين واجب، تعلم فرض العين واجب، بالتالي يجمع بينهما، يجمع نعم. بينهما. بالتالي تعلم فرض العين لابد منه، لابد أن يتعلم فرض العين، ما يجب عليه وما لا يجب، وما يحرم عليه وما لا يحرم، هذا لابد من تعلمه، والحمد لله متاح، لأن الحمد لله هذه وسائل التواصل ينبغي أن نستغلها لصالحنا وأن نستفيد منها، فيها محاضرات مفيدة كثيرة، ولا بد أن يكون له ورد من القرآن يوم. هل من نصيحة أخيرة للمشاهدين الكرام فيما يتعلق برمضان وتحصيل الأجر فيه؟ نعم، نصيحتي هي ما نبهنا له وأرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رب صائمه لن يصومه، وقائمه لن يقومه. أنه في رمضان الماضي كان معنا أناس صاموا معنا رمضان وقاموا معنا الليل، وهم الآن محرومون من ذلك، غيبتهم الصخور والجنادل. ونرجو أن لا يكون هذا آخر رمضان، لكن علينا أن نتقي الله سبحانه وتعالى، وأن نخشى أن يكون هذا آخر رمضان، أن يكون هذا آخر رمضان، وبالتالي أن نتزود من العبادة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، وأن نستغل هذه الفرصة. نعلم أن الله سبحانه وتعالى منحنا فرصة بأن بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية، هذه نعمة عظيمة علينا أن نشكرها لله سبحانه وتعالى، وأن نستغل أوقات هذا الشهر الثمين لطاعة الله سبحانه وتعالى، وأن نتعلم أحكام الصيام، وأن نصوم رمضان إيمانا واحتسابا، وأن نقومه إيمانا واحتسابا، لعل الله أن يغفر لنا. وقد ثبت لنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. البدار إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، لعل الله أن يوفقنا لما يحب ويرضى. جزاكم الله خيرا شيخنا على ما تفضلتم به وما أجبتم به. نشكركم على هذه الإفاضة الطيبة، كما نشكر متابعينا الكرام ومشاهدينا على المشاهدة وعلى المتابعة. ننتظركم يوميا في برنامج استفتونك على منصات جمعية المستقبل. آه، ونحن بانتظار أسئلتكم واستفساراتكم على رقم الواتساب في البرنامج. إلى حلقة قادمة، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.